السلام عليكم. شلونكم؟ صبحكم الله بالخير وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحلقة اليوم عن طيور الكناري بشكل عام. طير الكناري أثناء التفريخ مالته إذا أفراخ كبرى حسيت بأنه بيض، النسية الأماية بيضت، لازم بكل طريقة تعزل أفراخ الكناري، لأن راح تواجه مشاكل. أولا الأفراخ ما راح تنعلف، أفراخ إذا طلعن من البيض وذن الأفراخ موجودات وياهم. ما أدري، ما أعرف شنو السبب، ليش تترك النفي الأفراخ. أنا حطيت لكم بالوصف بأن أفراخ الكناري شلون يعني ما علفت النفي، طلعن 5 أفراخ وماتن. ليش؟ لأن الأفراخ الأوليات أول ما بزرن موجودات وياهم بالقفص، لازم يطلعن إلا تراقب النفي، يعني قصدي تراقب النفي لم تتبيض ولم تتفرق، وتعزل أفراخ الأوليات، لا تخليهم وياهم بالقفص، خاصة إذا كانت قفص أو خانة يسمونها بعض الناس. أي لازم تعزل وتراقبهن حتى تقدر تضمن نجاحها. أوكي. الكناري يعني من الطيور الحساسة، الطيور يعني مناعتها تكون ما هي قوية، ذيك المناعة القوية. والفحل اكو ناس يقول لا لازم الفحل طلعه اذا بزر، لا لا لا، هذا الحكي مو صحيح. انا بزريت اكثر من مرة الحمد لله، صاحب تجربة، يعني ما عندي اي مشكلة بالتبذير وما عندي اي مشكلة بالفحل، عادي. الفحل ويا النفية، والفحل هو اللي يوصل علف النفية حتى يساعدن ويعلفن الافراخ. اكو ناس لا تعزل الفحل عن النفي، هذا خطأ ومو صحيح، هذا الشيء خطأ ومو صحيح. النفية تكون الفحل قصدي يكون ويا النفي، ماكو كل مشكلة. اوكي. اكو ناس تعزل، اكو ناس شو اسمه، لا هذا خطأ، ولكن كون انت تراقبها، يعني تتابعها. اوكي. طيور حلوة، طيور مغردة الكناري، يعني الكناري من اسمه طير حلو، طير جميل، تربى بالأقفاص، تربى بالخانات، تربى بكل شيء، حتى بالمحميات طير الكناري. اوكي. اي واحد عنده مثلا سؤال او استفسار ان شاء الله نقدر اذا عندنا وقت ان شاء الله نقدر نرد على تعليقاتكم. هواي ناس تسأل يقولون يعني طير الكناري ليش بيفرخ اكو ناس تعزل فحل، انت شو تقول؟ انا بالنسبة لي كصاحب تجربة ما احفز على هذا الشيء، لان الحمد لله والشكر دائما الفحل ويا النفي انا مجربهن وماكو كل مشكلة الحمد لله. صحيح هي طيور مثل ما تقول شوية معقدة وكذا، يعني مناعتها تكون قليلة. واكو اذا فرخ طير الكناري لازم بيض سلق اول ما يفرخ، هذا الغذاء الاساسي إله، الكالسيوم الرئيسي للكناري هو البيض السلق. طبعا البيض السلق كلش مهم للكناري. اي استفسار اي سؤال ان شاء الله بخدمتكم. الى هنا، الى وصلنا الى نهاية الحلقة، شكرا جزيلا. راضي.